هو examination بعمله للبيبي من الهيد للتوي، بتبقى continuous process. بيقول هي عباره عن ايه؟ بالنسبه للإكزام السؤال بيكون بالنسبه ايه؟ include اللي هي الانسبكشن والبالبيشن والاسكالبيشن والبركشن اللي هو ايه؟ الفول بول او الفول سكيل اللي هم الانسبكشن البالبيشن البركشن والاسكالبيشن. خلاص؟ الانسبكشن يعني ايه الانسبكشن؟ الانسبكشن اللي انا بستخدم بيبقى دايركت واندايركت. الدايركت ان انا بستخدم اللايت ان انا بشوف البيبي بتاعي بعمل له انسبكشن، اللي هي الاندايركت اللي انا بستخدم تول اللي هي اوتوسكوب او اي حاجه ثانيه بشوف بيها. يعني انت حسيت ان هو ايه الانسبكشن ده عباره عن الفيجن صح؟ الفيجن او الهيدنج يعني حاجه يعني بتاع الانسبكشن ده ان هو الكاس بتاعتي كلها. الكاس بتاعتي كلها. لو في طفل مثلا داخل عندي في عنده بطاطا كده بسمعها بعرف ان هو ده طفل مثلا عنده زي دي لكن اللي هو كل بتاعته في ساعه ممكن تبقى في ساعه في الموت في الولد تبقى في الوصول عن طريق ان انا عارف ان الطفل ده عنده ايه عنده انفكشن معينه. خلاص؟ بستخدم الايه الهيلينج ماشي؟ يبقى معنى كلمه الذكر يدرس ايه؟ خلاص؟ تفكيرها بالبيشن بقى ان انا بستخدم الضغط عشان احس مثلا التمبريتشر بتاعت لما اقول كلمه الضغط بستخدم يا اما الهواء تبقوا فين يا اما الوقت بتاعت الهواء خلاص يا اما الشكل بتاع الايه بتاع الهواء يبقى اما تبقوا فين خلاص زي الوقت خلاص زي السموث ماشي بستخدم الهواء بتاعت الهواء بعمل بروتكشن خلاص بعمل اللي هو الايه البالم اوبين عشان خاطر ان انا اعمل هو بروتكشن ايه ماشي بعد كده احنا قلنا بعد كده ان هو ايه بالفصل يعني ايه بالفصل بعد ايه خلاص كده الدنيا بتتفتح عشان اشوف السبب اللي هو ايه هيفرق عندي ايه بالظبط خلاص وعلى اساسه لحد اللي هو ايه الاورجن هو ايه موجود عندي خلاص ايه هو الاورجن ده والسيل بتاعه وصل لغايه فين زي ما هنشوف دلوقتي ايه الكلام ماشي بعد كده عندنا الاسبكشن ان انا بستخدم انا اسمع الهارت واللنج واللنج breathing sound. ماشي دي الصوت بتاعي تيجي بعد كده البريد بتاعنا يبقى كل الجذور يكونوا شكلين اقول في ايه بتاع ايه بتاع السايد ده السيكونس بتاعي يعني لو هو بتاع ده منين بستخدم سيكونس معين الست اللي هو اكبر من كده مثلا بستخدم الاخلاق او السن اللي هو السكول بستخدم سيكونس ايه يعني ايه كلمه سيكونس يعني اللي هو ممكن معايا من اول ان هو في سكول او في مطلوب في سكول ادمنستر ده انا ممكن استخدم معاه من ايه ده خلاص الا الحاله اللي هو المدرسه الكمبيوتر لو في حد عنده بليدنج عنده مثلا فراكشر عنده حاجات من دي فانا بغير ايه السيكونس بتاعي اكون في حاجه ايه الالزم خلاص بالنسبه للسيكونس اللي هو المهين السيكونس اللي هو الانتر السيكونس اللي هو الصدر ده بستخدم سيكونس اللي هو السيكونس بتاعي ان انا اول حاجه قبل ما الطفل بتاعي يستنى قريب من كده ان انا بعمل ايه كالسيشن اللي هي بقى للهارت ساوند خلاص بعد ما بعمل الكالسيشن بتاعه اعمل اكزامينيشن للستيج اريا الاماكن اللي هي المهمه اللي هو السيست والايه والابد السيست والايه اللنج والهارت والايه والابد خلاص بعد ما خلصت الحاجات اللي هي المهمه بالنسبه لي دي تيجي اخد من الايه والايه دايركشن خلاص اخر حاجه بعملها اللي هو الستيج اخر حاجه بعملها في الاثنين اخر حاجه فيه اللي هو النور ايه ريفلكس اللي هو لو في نايم ان هو يصحى على ايه على النور ايه ريفلكس خلاص عرفتوا يعني ايه كنت بتستخدموا في التكتيك بتاع الفيزيكال اسسمنت خلاص عايز بقى كده يقول لي ازاي انت فاكر فيها ايه الهيد خدنا تعالي
عادي صوتك يا صفاء. يبقى اول حاجه بس نبص على ايه؟ اول حاجه اللي هو مثل تحت الجسم شيب مثل ولا في حاجه نقطه كتير ماشي ممكن تستنى ايه مايكرو خلاص ولا نقطه ولا ايه مايكرو يعني دي تحت الصغيره خلاص مايكرو يعني ايه لارج ايه ممكن مثلا في حالات الجسم تلاقي الشكل بتاعي ايه روتين خلاص انا ده كله في البيت وممكن حاجه في البيت شوف الديفينيشن الاخير خلاص يكون عنده الوبيسيا. الهيد بتاعت الست دي درسي ولا كوين ولا الست بتاعتها عامله ايه في باد اودر ولا لا؟ في ليجن شفتها خلاص في صور معينه شفتها الحاجات دي كلها بعملها ايه بعملها ان شاء الله بعد ما خلصت من الفكره عامل ايه بالبوشن؟ ها فالبيشن ها شوف كده شوف اي ناس لو في اي طبعا بتفرق طبعا اللي هو المميز غير اللي هو الايه القدر مش القدر اللي هو مثلا او كده ولا حاجه اللي هو المميز او الايه بص على الامثله والبصير ايه كونتيننتال خلاص ده كلوجر ولا ممكن بعد كده بص مثلا على ميزه معينه على مثلا ناس معينه ماشي ده بعمل لها ايه تطبيق لان هو كونتيننتال تبقى تدريس ولا دايموند شيب. لا من 12 ل 18 مانث. البوزيتوريوم من 2 ل 6 والانتيريوم من 12 ل 18 مانث. هو ثاني هو طبعا بيبقى ايه من 3 ل 5 ايه ل 5 ماشي هو البوستيريور ده ممكن يبقى كلوز ادفيرس او ممكن يبقى فين نص من 2 ل 6 خلاص وبينزل عند كام من 2 تو ايه 3 خلاص بعد كده ببص على الليست ده كده خلاص مكتوب الليست كنترول بتبقى حاطوها عند كام وقت المفروض ان هي بتبقى بعد 12 صح؟ لا يتحكم في راسه. الليست كنترول عند ايه عند طول مصر عند طول مصر يتحكم في دماغه بس اللي هو الشكل بتاعي كده خلاص واشوف اللي تحته هل اللي تحته هتوقع خلاص او في برضه تحت الفروج يعني نعم دكتورة يحتاج يعني بس الشكل عند كل منطق خلاص اللي هو بيبتدي ان هو يبتدي يعمل سيتنج وكده بيعمل كنترول يعني ياخد الريسك اللي تحته مش اجي ارفعه كده ان هو يقدر لازم يعمل عكس تقع لورا خلاص الجلد ده هياخدها لورا خلاص ولو برضه حطيت الجلوكوز دي يبقى الجلد بتاعي برضه هيبتدي ان هو يرفع عليه تحته شويه لسه ايه كده دي اسمها ايه كنترول هيبقى قاعد كده لسه احسن منه خلاص اسمها ايه اللي بيتحكم في الايه في الريسك بتاعت الهيد بتاعت الايه بتاعت خلاص يفضل حطوها مع الدكتوره صفاء بتبقى عند كام منطق عند كل ايه منطق الطفل الثاني الموجود دلوقتي عنده 6 شهور والهيد بتاعته انا باجي اشوف الهيد كنترول بلاقي ان هو يعمل جاي للهيد بتاعته تقع لورا خلاص قادر ان هو يتحكم فيها مش قادر يتحكم في الميد بتاعته او في الهيد يبقى الطفل ده عنده اللي هو ايه مور في الايه في الميرو ماسكر ديفلوبمنت مور في الايه في الميرو ماسكر ديفلوبمنت ماشي يبقى اول حاجه ببص عليها في الهيد اختلف المستند خلاص ببص على حاجه مهمه خالص اسمها ايه ماشي حاجه ثانيه في الهيد لا خلاص بعد كده ننزل على ايه الحاجات بقى اللي طبعا في الاول وقت السنه انا قلت لك مش هنقول على حاجه سريه خلاص بعد ما تحصل جسم دلوقتي هنشوف الانبوت بعمل استخدم الاربعه الكيس اللي عندي وننزل اول حاجه على الايه على الكيس وننزل بعد كده على الايه على الكيس شوف ايه الاول بنعملها الانفكشن ونشوف الكتير اول حاجه بص على الكمون بتاع الكيس بتاع البيبي ده يمثل ولا لا خلاص هنشوف الكبيره وهنشوف الاي بي او هنشوف لو في ولا في اي حاجه بس
خلاص، ولا في واحده مثلا كونسنتريشن في الثانيه مثلا وايد. خلاص، يبقى اول حاجه ابص على السيستماتيك بتاعت الايه بتاعت الفوق خالص. هنشوف المفروض ان المسافه زي الام 2 اي بتبقى 3 سم، وبعد كده هنشوف اللي هو الانر ايه الانر خالص اوف ذا ار بقيتها بالنسبه للمثال المفروض ان هي 3 ايه 3 سم. اكتر من كده يبقى الطفل عنده ايه حاجه اسمها مثلا زي مثلا ريتارديشن بتبقى اكتر من 3 ايه 3 سم. ماشي، الكبيره بقى نشوف لونها وايت ولا ايه، وبعد كده هنشوف الكبيره بقى اللي هو الجزء الايه الاي بتاع الاي. خلاص، هنشوف الليد في الجروبر اللي في مكانها ولا لا. بعد كده هنجيب بس هي ايه اللي يعني ممكن يكون فيها قديمة أو حاجة. هي درجه البحث المهم ولا لا هي الاول ايه يبقى ان 1 ولا اول 1 الدايركشن بتاعها اول 1 بالنسبه خلاص. فممكن تبقى في حاجه عندي النورماليتي ان هو بيبقى اي لازم ايه ال 1 بيعمل انجل في الكبيره بتاعت الايه بتاعت السيل. ماشي، بعد كده هنجيب نفس ونحطه في يعني قرب يعني هنقرب له الضوء. هنشوف حسب الفيديو دايركتد ولا تبقى دايليتد ولا المفروض ان هو ما بيسترجيش يحصل ايه ودي بنسميها ايه بيوبل ايه ريفلكس بيوبل ايه ريفلكس. بعد كده هنشوف النور. المفروض ان هي بتبقى كمية الأوزاتين. هنشوف في ايه ريفلكس الثاني بنشوفه في الارض هنشوف بقى اسمه ايه تاني كلور اللي هي اسمها ايه بلينكينج ريفلكس. بلينكينج ايه ريفلكس اول ما اقرب اي اوبجكت ايه للاي الاقي الطفل عمل فلوس ايه للاي بس بتاعته. دي بتبقى موجوده مع الطفل طول الحياه. خلاص، سواء كانت الريفلكس او هو البلينكينج ريفلكس ده موجود معانا ايه طول الايه طول الحياه. بعد كده المفروض ان هي تبقى كمية الأوزاتين. نعم، بلينكينج ريفلكس. كلمه بلينك يعني شرنك. BLINKING. بعد كده نشوف المين ونشوف السيستم ولو في أي obstruction نشوفها كلين ولا unclean. لو في dismorph أو في link أو أي حاجة. يبقى اول حاجه ابص على السيمتري بتاكد ان هما الاثنين باتنز يعني اوبن خلاص. بعمل فروج واحده خلاص واشوف الايه بريسنج الثانيه وبرده اعمل فروج الثانيه واشوف الايه بيوبن بريسنج ولا لا من ايه من الاذر ايه. ماشي، بعد كده بشوف الايه بشوف برضه بعمل لها education وفي أي dismorph وبشوف السيستم بتاعها والسكين واللوكيشن وهي بتجيب الإسرائيل ولا لا. اللي في الاتصال بس بعمل ان دول بيلاين من الايه من الاول اللي هو الاوتر بارت اوف ذا اي للايه للايه بينا للايه بينا. خلاص، المفروض اللي هو السكيل بتاعتي دي اهو حاجه كده في الاي بتاعتي من اللاين كده اهو من الاوتر بارت للايه للايه بينا. خلاص اهو كده. ماشي، المفروض اللي هو الايه بينا تبقى في حته تبقى رابط الايه اللاين ده تبقى رابط ايه اللاين ده. طب لو هي اقل منه دي بنسميها يو سيس اير. يو ايه سيس اير. خلاص، ودي بنلاقيها دايما في الاطفال اللي عندهم كونجنتال انومالي. تاني مثال ثالثه تاني بعمل المثل اللاين خلاص من الاوتر فرونت اوف ذا اي للايه للايه بينا. المفروض ان هو يبقى لو هعمل اللاين ده يبقى الايه بينا ده اهي دي خلاص اهو بالايه اللاين. خلاص، لو هي اقل من الليفل بتاع اللاين ده بنسميها يو سيس اير ودي تبقى موجودة في الأطفال اللي عندهم كونجنتال ايه انومالي. واللي كلها وجدت ان هو تبقى موجودة مستقيمة قوي في الأطفال اللي عندهم كونجنتال انومالي ايه في منطقة الوجه. خلاص، جميلة الكيدني يعني. ماشي، ده أهم حاجة. بص أول ما بص أنت عرفت على الكيدني بتاعتك بدأ من الزمنية إذا عندي هو الإيه المدينة الغالية. نشوف برضه الكالسيوم اللي هي بتاعت الأول. طبعا اللي هو الكارتيز طبعا لو في ألسر لو في مثلا ديسكي لو في مثلا اللي هو البيت لو طبعا بعد كده بيعمل عن طريق اللي هو الأسبوع بيشوف الانترنال ايه ستراكشر ايه وفي ايه الانترنال ستراكشر وفي ايه وفي ايه. بعد كده نشوف الماوس. هنشوف الليست أول حاجة اللي قالوا لنا بنت ولا لأ. لو في نويزيشن لو في وبعد كده لسه طبعا ايه المنير. خلاص، بعد كده هنفتح الماوس ونشوف بقى اللي هي بص على الصف. خلاص، بص على الميزان بتاعته هتيجي تاني عنده ساوند بتاع يعني اللسان بتاعه مقفول. ماشي، بعد كده بقى نشوف الكويزز اللي
عن طريق برضه اللي هو الاسلوب ببص على الجورو ايه فرد خلاص. ولو كنت بتاعي كبير شويه دي اقول له كلمه ديت بتعمل الريسك بتاعه خلاص. انت بقى ناقص هو الايه الجورو فرد بتاعه. طبعا لو عندي مثلا كيس حاجه بتاعه ان انا ايه على ما انا كونت واقول طبعا دي نورمال بالنسبه للكيس بتاعه ولا لا. ولو هو برضه انسان فخليه حاجة في سبب كل الاتجاهات. النت بقى المفروض يكون بتاع الانسان ولا الانسان. طبعا هو النت طبعا عارفين ان انا بتاعتها في الايه في الاطفال الصغيرين بتبقى ايه طبعا هتبقى تنزل بقى على منطقه الشمس ومنطقه المنطقه الثاني يبقى لازم ايه جو خلاص وبرفع الايكوز بتاعته على منطقه اللي هو الايه الشمس. اولا من قد رسم البيت كله وبعمل له كفر وبمسك اللي هو البارت اللي بعمل له ايه خلاص. احنا الشمس هننزل على مدينه كل سنه ماشي فمش لازم احنا نقلع هنشوف البيت لو في سلك ولا هي لو في ديونة الموت ساعتها يعمل اول حاجه لو سلك اليمين تحت النت خلاص. لو فينا اي حاجه دسي ماشي برضه ممكن نشوف لو في اي اوبينيون اللي بيعمل تربيشن للارض الارضي اللي هو الريجولار البينت هنا نشوفه ساعات بيبقى السنسر ونعمل نشوف البلس اللي انت كده بقى بعمل ازاي اسسمنت بقى للمسلمين او بعمل ازاي تربيشن للمسلمين وايه اللي المسلمين الموجوده عند الدكتور الاسنان بنعمل لها تربيشن. هنا المفروض ان يبقى فيه سيستم ينزلوه واللي هو بقى ماسك كده يبقى عشان اعمل اسسمنت للمسلمين خلاص لازم اول حاجه اشوف البوزيشن بتاع الشخص اللي انا اعمل ايه تربيشن للمسلمين ماشي. اول حاجه احنا عندنا حوالين اللي هو الاذن او الاير عندنا من اللي هو من قدام كده اسمه ايه بري اولكولار ليمفنود بري اولكولار ليمفنود. بعد اللي هو الكلمه اسمها ايه بص اولكولار ليمفنود شايفين كله شايف هنا بري اولكولار ليمفنود هنا بص اولكولار ايه ليمفنود خلاص. بعد ما خلصنا اللي هو الاير باجي بقى كده في منطقه اللي هو الايه النت عندنا لاترال سيرفيشن ليمفنود عندنا في نوعين اثنين سوبرفيشال في عندنا الموبايل خلاص سوبرفيشال وايه خلاص. بعد كده عندي اللي هو ايه اسمه ايه سوبرفيشال ليمفنود وبالتالي سيرفيشال ليمفنود اللي عنده مشاكل في القلب تحت الهيل دي اسمها ايه اوكسيديشن ايه ليمفنود. بعد كده اللي موجوده في الباك بتاع النت اسمها ايه اوكسيديشن ليمفنود اوكسيديشن ايه ليمفنود. السلك بتاعي بيبقى قاعد ده كده خلاص وخليه يعمل سلك للايه للجسم للباك كده شايفين خلاص. دي طبعا انا اعمل ايه الستيب تحت الفنجر تحتي اللي هو الديستال بورشن ده ابتدي اعمل كونسيستور ايه ممكن بس ايه فيرم دنسي وفي نفس الوقت ايه فيرم خلاص. ايه حوالين هو الايه الايه اهو في الانتيريور في خلاص والايه والفوق ماشي والايه والنفس اللي هو الايه اللاترال سيرفايكال ليمفنود بالايه الديستال بورشن تحت الفنجر بتاعها خلاص. المفروض ان انا الاقي اللي هو السير بتاعها سمول خلاص زي حبايه السكر كده. المفروض ان انا بقدر ان انا اعمل له تركيز من الاطفال لغايه 12 سنه مش تكون الان يعني لغايه 12 بيه ان انا اقدر اعملها ايه تركيز. بعد كده ما اقدرش اقول ان انا مثلا عند كريم اقدر ان انا اعمل له ايه تركيز من السداد فالموتين خلاص او بري اوستر موتين او سيرفيس خلاص او انجلاين لا لازم الحاجات دي كلها لو في انفكشن تظهر مفيش خلاص ماشي. الاطفال الصغيره نقدر ان انا بقدر اعمل بارتيشن للريتم لغايه سن كام يا ولاد لغايه سن 12 سنه. بعد كده ما اقدرش ان انا اعمل ايه بارتيشن الا في حالات الايه الضغط معايا الا في حالات الانفكشن خلاص. الطبيعي بتاعي ان انا الاقي حاجات صغيره زي حبايه السكر تحت الايه اللي هو الايه كاتب ريحه السنتر بتاعتي خلاص بتتحرك معايا ما هي الانترنت او اول ما اجي احسها كده الطفل بتاعي يروح ايه يروح يسمعها خلاص. ما هيش انترنت ما هيش ورد ما هيش سكتت ما هيش سير تحت ايدي خلاص مش بتتحرك تحت ايه تحت ايدي خلاص. ده طبيعي ليمفنود او نظر ايه ليمفنود. عكس كده النار خلاص وول في حراره تحت السير بتاعته
السنجر بتاعتي خلاص تثبت خلاص. ده الطفل لما باجي اعمل لها بشوف الطفل التاني مش قادر يتحمل والكرايم وكده، يبقى ده كلها انديكيشن ان في انفكشن قريبه من السايت بتاعت الميل خلاص. في انفكشن نير السايت بتاع ايه ماشي. زي ما احنا قلنا كده في اسرع لينك نود بص اسرع لينك نود وحاول نوصل من كونديشن في الايه في الضغط. ماشي. احنا قلنا بعد كده عندنا طب ليه وريت نود تحت الايه تحت الايه طب ايه ما تقدر لينك نود خلاص. في ايه عندنا تاني في عندنا ماكسيلاري في الستيك نفسه لينك نود. بس الحاجات دي يعني في حاجات تبقى ظاهره حاجات مش ظاهره. اللي ظاهره اول في الاطفال هي السيرفيكال اللي اقدر اعملها خفيفه خلاص. عندنا اللي هو اللي بتاع ده اللي هو الصدمه مانديبلر برضه موجوده. عندنا اللي هو السيرفيكال لاترال وايه لاترال وايه وبالتالي السيرفيكال لينك نود برضه بتبقى موجوده عندي واقدر اعملها خفيفه خلاص. اللي عنده طفل صغير يقدر يفكهم كده اهو ماشي. عندنا اوبتيكال ايه لينك خلاص منطقه الايه الليمف. طبعا ما نسيتش اللي هو الايه التو ايه التو تونسل لونج نود خلاص. التو تونسل ايه لونج ماشي. خلصت اللي هو الهيد الحاجات اللي اسمه الموجوده في الفيس الموجوده في الايه في النك. بنزل بعد كده على ايه ولاد عندنا اللي هو ايه دي اسمها ايه اللي اسفوا عليها عندنا في صح وصبرة كلاسيكال صح وايه صبرة يعني تحتها تحت ايه خلاص. بعد كده بنزل على الايه ازاي بخليه يرفع هو الايه الهاند بتاعته كده وبتكسر النوخه اسمها ايه يا ولاد اكزيلري ايه اكزيلري ايه احسها اشوف مثلا وزن ولا لا ولا وزن ولا انترنت ولا الكلام ده كله. بعد كده في عندنا في الهاند هنا حاجه اسمها ايه بيتريكولار ليمف ايه دي ايه بيتريكولار ليمف خلاص. في الاخر خالص عندي هو الايه اللي هو الفيمورال او الجوينال ايه برضه في عندنا نوعين اثنين الانترسيكشن دي خلاص. ده الجوينال مفهومين ولا نعيدهم تاني؟ اكيد موجودين معاكم كل حاجه بس مهمين على فكره. دي الالترا لينف نود خلاص. بص الالترا لينف نود اللي هو البايتر لينف نود في سوبرفيشال جديد. عندنا السوبر عندنا هيك الايد تحت الجير سوبر ايه لينف نود. بعد كده في عندي ايه البايتر ايه لينف نود اللي هو البوستيريور. بعد كده في عندنا الحاجات اللي موجوده في الايه اللي هو عندنا عنصر بليندوال وطبعا مانديبلر وعندنا ايه تو بونصر خلاص لينف نود ماشي. بعد كده في عندنا اللي هو القطه والايه والسوبرا كلاسيكال لينف نود. بعد كده في عندنا اللي هو الايه الاكزيلري لينف نود. في ايه بريفرال لينف نود موجوده هنا في الارض خلاص. بعد كده في عندنا اللي هو ايه وايد لينف نود. كده خلصنا من اللينف نود وعرفنا ازاي نعمل لهم ساعدات كلينيكال اكزامينشن ماشي. بعد كده بعد ما خلصنا الهيد واللي هو النك خلاص والبطن الموجوده فيها عايزين ننزل على اهم حاجه عندنا اللي هو الايه الشيست خلاص. الشيست فيه حاجتين اثنين عندي اكزامينشن للشيست بعد كده اخد الهارت لوحده على ايه على مصنع. هو فعلا اكزامينشن للشيست ده بتكلم عن الشيست بتكلم على الله خلاص. بعد كده باخد الهارت لوحده واعمل له ايه طب انت في الكلينيكال المخاليف ان شاء الله هقول مثلا اعملي مثلا اكزامينشن للهارت اعملي بابليشن للهارت اعملي مثلا اكزامينشن للقلب خلاص. اعملي مثلا ايه بابليشن للقلب خلاص. بابليشن لوحده اعملي ايد لوحده اعملي بابليشن للقلب. انا مش بقول لك من الفيزيكال اسسمنت من ايه من ايه خلاص. انا بقول لك حاجه برضه منهم تعملي ماشي سنه ثالثه خلاص. ودايما بنعمل اشراف على الحاجات اللي هي الايه المهمه. بعمل اكزامينشن للسيرف طبعا لازم ابناء الكمبيوتر الكويس طبعا دراسه الرسم الكويس بتاعه والحاجات التكنولوجيه بتاعته. وطبعا عارفه كمان ان هو ايه ان انا بقسم بقدر اقسم الست بتاع الطفل الايه الفتنس بقدر اقسمه
الايه السكس. خلاص اللي هو الامازينري لاين اللي احنا قلنا اسمه ايه ده؟ اللي هو السنر لاين سنه ثالثه السنر ايه لاين مش كلاسيكال لاين anterior axillary line بعد كده مش axillary line بعد كده ايه ده اسمه ايه؟ posterior axillary line الاول وبعد كده mid scapular line وبعد كده عندنا ايه vertebral ايه line. خلاص دول تحفظوهم زي اسمهم. تحفظوهم زي ايه؟ زي اسمهم. تاني هنا طبعا عظمة اللي احنا قلنا ايه اللي هو السترنال ايه مش السترنال لاين. خلاص مش ايه كلاسيكال لاين انتيريور اكسيلري ايه لاين. خلاص مش اكسيلري ايه لاين. احنا كده مشينا مش اكسيلري بوستيريور ايه ميجي سكابولار لاين. خلاص يبقى كده اللي هو اللاين بيمر بالايه الفيرتيبرال كولوم اسمه ايه فيرتيبرال ايه لاين فيرتيبرال ايه لاين. احنا هنعمل اول حاجه الادفكشن لان الادفكشن هنشوف السيستم موفمنت. لو البيبي لسه انفانت هيبقى هنبص على الابدومين. يبقى اول حاجه بتبص عليها اللي هو السيمتري بتاع السايد. خلاص وفي سايد الاثنين سيمتري ولا فيهم واحده بارجن عن ايه عن السايد الايه الاخر. خلاص يبقى اول حاجه ببص على السيمتري بتوع الايه بتوع الشيست او بتوع اللي هو الايه الصراخ بتاع البيبي. ممكن يكون في فراكشر او كارديوميجالي في ممكن يبقى طفل عنده مثلا كارد ايه كريجلي الثاني السايز ده يبقى ايه مرتفع عن الاخر. ممكن الطفل يبقى عنده ايه دايفماتيك هيرنيا. الدايفماتيك هيرنيا دي تبقى الاجزاء تحت الانتستين كلها او تحت الابدومين كلها موجوده في الحته موجوده في السن. يبقى السن بتاعه كبير خلاص لارج والايه والابدومين تحت تبقى ايه سبيكويد ما فيهاش اي حاجه فاضيه. خلاص ماشي يا ولاد. يبقى اول حاجه نبص على اللي هو السن وببص على السماتري تحت الايه تحت السر. خلاص ببص على الشيب بتاعه الطفل الصغير اليونيك يبقى الشيب بتاعه ايه راوند يبقى ايه راوند. خلاص سيركولر الانتيريور والبوستيريور دايمتر يبقى ايكوال تو لللاترال ايه دايمتر. خلاص يبقى الطفل بتاعي اللي هو الطفل الصغير الطفل اللي هو اليونيك يبقى الشيب بتاعه ايه راوند او ايه سيركولر. يعني ايه يا اولاد راوند؟ خلاص نيجي اخد الانتيريور والبوستيريور دايمتر بيساوي اللاترال ايه دايمتر. ثلاث اسهم ممكن تقول في الابدومين خلاص ماشي. بعد كده نيجي عند الاطفال اللي هو اكتر من سنه في طبعا الست بتاعهم يخلوا ايه يبقى بارل كده يبقى ايه بيعرض يبقى ترانسفير. خلاص عندنا بقى ايه ده بقى اللي هو اكتر اللي هو اللاترال دايمتر بقى اكتر من الانتيريور والبوستيريور ايه دايمتر. الست بتاعهم بتبقى يعرض ده. خلاص ده الشيب بتاعه. ممكن عارفين احنا اول حاجه بنعمل فيها انسبكشن بنطبق هو الايه الفورس بتاعتها او الفورس سكيل. اول حاجه عندنا هو الانسبكشن زي ما احنا قلنا الانسبكشن ببص على الايه الشكل او الشيب بتاع اللي هو الايه التراكت نفسه. خلاص ببص على السيمتري الاثنين سيمتري ولا تكون ناحيه فايتنج على الايه على الاذر الايه الثاني او ناحيه مثلا ايه ديفرنس. خلاص ببص طبعا لو الطفل بتاعي في مثلا عنده بالظبط الستريس يبقى في عنده ايه ريتراكشن. خلاص والريتراكشن احنا قلنا نوعين اثنين انتر ايه سبستيرنال وايه وانتر كوستال ايه ريتراكشن. خلاص ببص بعد كده على الشيب في عندنا الطفل الصغير اليمين يبقى الشيب بتاعه ايه راوند او ايه او سيركلر بالنسبه للشيب. خلاص كل ما الطفل بعد كده بعد الانفانت بيحصل له ايه ترانسفير بيحصل له ايه وليه ترانسفير. مفهومه؟ شفت الموفمنت بتاعت الانفايريشن طبعا ايه شوف اللي هو الموفمنت الموفمنت بتاع الاطفال اللي هم اقل من 3 سنوات بتبقى ايه ابدومينال بتبقى ايه وليه ابدومينال. خلاص في طبعا ايه شوف اللي هو الموفمنت تحت الابدومين طبعا ايه شوف اللي هو الفيروس ايه ليه الاطفال اللي هم مثلا من 40 ل 60 او من 30 ل 60 تشوفها نورمال ولا ايه ولا ابنورمال. خلاص بعد كده عملت انفكشن هتبقى على طول اللي هي الريدكشن. الريدكشن بعد كده هبتدي اعمل بالبيشن. البالبيشن هحس فيه اللي هو سوبرفيشال وزيت.
ان هو بتاعت السوبرفيشال ويف دي موجوده في الابدن خلاص. انا بعمل كوادريشن عادي في منطقه اللي هو الايه السيل، باخد ايه يا ولاد على الايه على الريست نفسها. لو في طفل عنده ايه عنده في الحبيبات اللي عامله زي الفتحه دي اسمها مليون خلاص. ها ماشي. بعمل بقى من اول الريس كده لحد الاخر بتدخل الموشن كل ريس والناحيه الثانيه. لو لقيت في اي في كراكتر في بتاع ده كراكلينج تحت ايه تحت التيب تحت او الباكن تحتي كده كراكلينج يعني ايه؟ ها الساوند اللي هو برنتج لما يكون عندي ايه تو بون ايه حصل لهم كراكتر خلاص يبقى في كراكلينج كده يبقى دراي سنسيشن دراي ايه سنسيشن. يعني التو بون الاثنين بيحصل لهم فريكشن ايه ويز اذر ماشي. لازم تبقى عامله ساوند كده اسمه ايه كراكلينج. بعد البلبيشن هناخد بقى اللي هو الديسكشن ده. انا بعمل سيتنج على السنتر عشان الصوت ريديوس على اللونج بيبقى صوتها ريجنال. فمن اول في الانفر لا هي لسه كده ما خلصت البلبيشن بتاع الشيست. يبقى احنا بنعمل بلبيشن للشيست بتعمل ايه؟ انت قلتي بعمل ايه للرئه خلاص. لو فيها مثلا ستراكشر لو فيها نجول لو في عندنا بتاع ده جروب يعني جزء داخل لجوه عند اللي هو السوفت كوندرال جانكشن ده خلاص تعملوا بلبيشن كده ماشي. برضه بتذكر النوكه ده اسمه سوفت كوندرال جانكشن اللي هو الجزء الجنبي اللي هو الايه اللي هو الاسترنال على طول. ده على طول الاطفال اللي يبقى عندها ريكس خلاص يبقى في عندنا نزول يبقى في عندنا ايه يا ولاد؟ الروتات في ايه عندهم ها خلاص. طبعا بتعمل طبعا سوبر موشن على الايه على اللبس نفسها هنا والاذر سايد بتعمل ايه كومبريشن ماشي. بعد كده بتشوف اللي هو البريسبشن نفسها ماشي. بتشوف فيها لو فيها اي ابنورماليتي او حاجه او اي ماتر خلاص. بعد كده تعمل حاجتين اثنين الدكتوره ايمان قالت لكم عليهم. ها لو اسمهم ايه؟ الدكتوره ايمان قالت لكم عليهم البلبشن ريسبيراتوري ايه؟ ريسبيراتوري بترفع خلاص وتحتيل فريكشن وتحتيل ايه؟ فريكشن. ريسبيراتوري بترفع بيجي كده عند الشيست بتاع البيبي عارفين السنر بوم؟ عارفين ان هو الاكسكويد بروسس؟ بدون اكسكويد بروسس كده في ايدي الاثنين خلاص اهو هنا كده بنحط اللي هو الايه التو صام عند البلو اللي هو الاكسكويد بروسس عند الكوستر ايه مارجن خلاص. ده بيبقى للرايت سايد وده يبقى للليفت ايه سايد خلاص. وايديا الثانيه كلها عامله ريست على الايه على البيبي. وشوف طبعا ايه اللي هو الاسند والديسند بتاع اللي هو التو سام بتوعي ديورنج الانسبيريشن والاكسبيريشن. لما الاثنين يبقوا اسند ايه يبقى في كوردينيشن الاثنين مع بعض ريز مع بعض والاثنين ديسند ايه مع بعض خلاص. لو في واحد اتاخر عن الثاني يبقى الناحيه ديت فيها ايه في حاجه باثولوجيكال او فيها ايه ديسند ماشي. طبعا اكيد اعمل مور انفستيجيشن عشان اشوف الجوع اللي هنا يبص في نفسي. خلي بالكم التكنيك ده خدتوه قبل كده في ايه؟ بس الفرق ايه؟ ان انا بعمل بريشر لا في فرق تاني غير البريشر. ايه هو الموبايل؟ انا بحطه بايدي وبشوف هنا برافو عليكم ان هي قالت ان انا ما بعملش بريشر دي ان انا بحط الطوفان واشوف الايه اللي هو الرياكشن بتاع الطول لانجر خلاص اللي هو الاسند والايه والديستند خلاص. حاجه ثانيه اللي هو السايت يا جماعه. هل انا في اللي هو السي بي ار بحط الطوفان تحت اللي هو الاسترنال عند اللي هو الزيكوس بروسيس ولا بحطها فين؟ عندي اللي هو الليفل اوف ذا نيبل بواحد 1 سم في انا احط الايه الطوفان بتكنيك خلاص. ودي طبعا اعمل ايه بريشر خلاص ماشي. ده اللي هو الفرق بين الاثنين اللي هم متلخبطوا ماشي. اعملها كده على ايدي دي تحت شويه عند الايه اهي كده شايفين اللي هو الطوفان بتاعتها هي السند وايه والديسند مع الايه مع الانسبيريشن والاكسبيريشن بتاع الايه بتاع السايد خلاص.
يبقى ده انا عن طريق اللي هو الفيرتيكال اكسبشن اتاكدت ان الايه ان الفانكشن بتوع الايه التو لانجوج الاثنين ايه سيماتري الاثنين ايه سيماتري. خلاص بعد كده في عندنا اللي هو ايه اللي هو التكتايل بريمتيف او الايه بنسميها يا اما فوكال يا اما تكتايل. انت سميها تكتايل امتى وانت سميها فوكال بريمتيف امتى؟ ان هي انا كنت ايدينا صح؟ كنت بتكلم وشوفوا الفايبريشن بتاعت الصوت. امتى يا ولاد؟ ممكن كده لقيت الفيديو يتكلم. تكتايل اللي انا هعمل لها طاقه، لو انا هعمل لها ايه طاقه خلاص بحسها يعني بالطاقه خلاص. لو بتاع ده فوكال لو انا هسمعها بالسكوت هسمع الفايبريشن بتاعت الساوند دي عن طريق اللي هو الايه خلاص. يبقى كده عندنا الهواء الطفل بتاعي خليه يتكلم 99 1 2 3 كلكم شفتوها على نفسكم على الهواء الطرفيه كده خلاص. اتكلموا من اول النفس من اول الهواء الطرفيه كده اتكلموا اي حاجه قولوا 99 1 2 3 كده خلاص. حاسين ان هو الفايبريشن بتاع الساوند وحاسين ان هو كلير حاسين ان هو ايه كلير خلاص. لو انا الطفل بتاعي عنده سكريشن عنده مثلا اوبستراكشن عنده ميتز عنده كونسلتيشن عنده اي فيزيكال كونديشن في اللنج لازم ان انا احس الفايبريشن دي مش بعمل لها ايه بحسها او مش بسمعها خلاص. لو بسمعها يبقى عن طريق السكوت لو بحسها يبقى عن طريق البند تحت الايه تحت الفنجر بتاعي خلاص اهو فهمتي نايم خلاص. وانزل يومين فانا حته عند الانتر ايه كورسر سبيس احس اللي هو الفايبريشن هنا واخد الناحيه الثانيه عشان اعمل ايه اعمل كومباريزن. يعني لو عملت هنا السكند انتركوستال سبيس يبقى الثاني ايه السكند انتركوستال سبيس بيبان تحت الايه تحت الفنجر بتاعتي واخلي الطفل يتكلم واحس اللي هو الفايبريشن تحت الايه تحت الساوند ايه بتاعته. كل ما احس الفايبريشن في الاماكن المفروض ان انا احسها فيها نورمال يبقى الطفل بتاعي ده ايه الطفل عنده ايه فايبريشن ولا اي كومبليكيشن ولا اي حاجه بتوجيكال في اللنج خلاص. هنا وبنزل لا مش هنا ومكانين مع بعض انا بحب هنا وبنزل فاهماني يعني انت بتعملي نفسك كده اتكلمي هنا وانزلي على اللي بعدها انزلي على اللي بعدها انزلي على السكند انتركوستال هنا فاهماني. الاماكن اللي هي فيها اللنج بحس فيها الفايبريشن تحت الايه تحت الايه الساوند تحت الايه الساوند خلاص ماشي. بعد كده خلصنا الفايبريشن اللي بعدها بقى البركشن هنشوف الساوند بتاع اللنج. البركشن هنعمل ايه التالي خلاص واشوف اللي هو الساوند اللي هو ايه المفروض ان هو ينتج ايه عنه او اللي هو الايه بروديوس ساوند خلاص. لازم تعرفوا الحاجات اللي هي الايه النورمال عندنا. اول حاجه الحديد السيد بتاعك كان رايت ولا ايه ولا ليفت خلاص عشان ما تديش وقت في الرايت تقولي ده انا حاسه ضل الضغط موجود ماشي. يبقى اول ما اقف عند ايدي كده واقول لك اعملي لي بتاع ده الفرقه الستات يبقى لازم اول حاجه احدد السيد بتاعي يعني هقف انا حته او انا هو السيد اللي هعمله دلوقتي مش انا اقول لك اعملي لي الناحيه دي يبقى انت عارفه انت واقفه فين. طب اعملي لي الناحيه دي يبقى انت عارفه انت ايه انت موجوده فين خلاص. ده الانتركشن بتاع الشيست. اول حاجه عندنا اللي هو الرايت سايد موجود فيه حاجتين اثنين مهمين. اول حاجه من اللنج خلاص. ثاني حاجه اللي هو اللنج موجوده عندي من السوبرا كلافيكل لغايه اللي هو الايه الفيست انتركوستال سبيس او من اول الفيست كده بعمل بالكشن بلاقي اللي هو الايه الضلمه اللي موجود عندي اللي هو الايه الليفر خلاص. يبقى المفروض من السوبرا كلافيكل لغايه ده طبيعي ده النورمال بتاعي من السوبرا كلافيكل سنتر خلاص الاقي ريزونانس لغايه ما اوصل لايه انتركوستال سبيس اللي هو للفيست في الرايت للفيست الفيست ده بلاقي ضمن الموجود عندي ايه اللي هو الايه بتاع ده الليفر خلاص. يبقى السوبرا كلافيكل ريزونانس خلاص انزل على طول الفيرست انتركوستال سبيس خلاص ريزونانس سكند والثيرد اجي عند الفيرست انتركوستال سبيس والاقي ايه والاقي ضلمه والاقي ايه ضلمه وانزل بقى ضلمه لغايه ايه ماشي خلاص. ده اللي هو الرايت ايه الرايت سايد اوف ايه اوف الشيست هعرف بتعمل ازاي دلوقتي. نيجي بقى على الليفت سايد خلاص. الهارت موجود عندي هنا حته من الثيرد للايه للفورث او من الثيرد للفيفث من الثيرد للفورث او من الثيرد للايه للفيفث خلاص. الاطفال النمو اللي هنلاقي عندهم من الثيرد للفورث الاقل من فين من 7 years خلاص. يعني لو طفل عندك اهو اقل من كام اقل من
7 سنوات واقول لك الهارت بتاعه موجود في انا حته، تقول لي فين حته من السرد للايه؟ من السرد للفرد، من السرد للفرد. الاطفال اكثر من ايه؟ من 7 years يبقى في انا حته من السرد للايه؟ للفكس انتركوستال. خلاص؟ يبقى انا عرفت ده المكان. المكان ده المفروض ان انا هلاقي فيه ضمن، هلاقي فيه ايه؟ ضمن. خلاص؟ لو لقيت اكتر من كده يبقى الطفل بتاعي عنده ايه؟ عنده كارديو ايه؟ ميجالي. عنده كارديو ايه؟ ميجالي. خلاص؟ دكتور معلش يا جماعه ما انا عايز ايه؟ عندنا الهواء يبقى في الناحيه الليفت بقى عندنا سوبرا كلاسيكال هلاقي ايه؟ ريزونانس. خلاص؟ انزل الهواء الفيرست والسكند انتركوستال سبيس يبقى ريزونانس. بعد كده عندنا السب يبقى ايه؟ دارنس. الفورس دارنس، الفيفث ايه؟ دارنس. خلاص؟ ماشي؟ عرفت ايه الطبيعي اللي هلاقيه في الرايت سايد وايه اللي هلاقيه في الليفت سايد؟ نقوله تاني؟ اقول تاني؟ ايوه. عايزه بس اعمل لكم ايه؟ اعمل لكم على الدول. احنا كده يا ولاد ده الرايت سايد. خلاص؟ ده الليفت سايد. ماشي؟ انا باجي اعمل الهواء البركشن بعمل في الانتركوستال سبيس وليس على الريست، وليس على الايه؟ على الريست. يعني ما احطش الفنجر بتاعي اللي هو الميدل ده على الريست، ده بيبقى على الانتركوستال سبيس ودول بيبقوا على الايه؟ على الريست. كلما امكن يعني. خلاص؟ قولي طبعا ان انا اعمل ايه؟ ثابت. خلاص؟ باخدها من حته من صبر ايه؟ خلاص؟ طبعا الريست في الاطفال بتبقى باينه عن كده، يعني بتبقى باينه ان انا ايه؟ خلاص؟ المفروض ان انا الاقي ايه؟ ريزونانس لغايه ما انزل عند الايه؟ عند الايه؟ الفيفث انتركوستال سبيس في الرايت سايد بلاقي ايه؟ ضمن عشان خاطر كده انا قابلني اللي هو الايه؟ اللي هو الليفر، قابلني ايه؟ الليفر. ماشي؟ خلاص؟ بعمل كده عشان ان انا اميزهم، بس طبعا انا بعمل ايه؟ كومباريزون. خلاص؟ الناحيه الثانيه خلاص؟ ماشي؟ عشان اعمل ايه؟ كومباريزون. اعمل هنا الفيرست والسكند من السوبرا كلاسيكال، الفيرست والسكند يبقى عندي ريزونانس. بعد كده انزل على ايه؟ الثيرد والايه؟ الثيرد والفورث او الثيرد والفيفث على كل البطولي الايدج بتاع الستايل بتاعي هلاقي ايه؟ هلاقي هارت عشان موجود عندي ايه؟ الهارت. موجود ايه؟ الهارت. طب في الهارت اللي لقيته من اول السكند لغايه اللي هو السكس مثلا في عندي بتاع ده ضمن يبقى الطفل ده عنده ايه؟ ضمن ايه؟ ميجالي. ماشي؟ نعم عيد تاني؟ لا خلاص. لا قولوا مش تعالوا هتعملوا كلكم بايديكم على فكره. نعم عشان تعيد تاني عايزه. نعم بس بتعدي ده وتروح على الانتركوستال اللي تحت منه على طول. فاهمني؟ يعني انت بتاع عندك انت ايه الطريقه اللي احنا لو تعرف تحس الريسك عندك عديت كام او كده رقم ان هو البيت يعني ايه اصل الستيج؟ بصي يا ولاد لو الطفل بتاعي يعني الظرف بيقول له انت لو الطفل بتاعي عايزك يعني انا هنا يقدر ان هو يقعد تبتدي فوق البوزيشن بخليه يقعد كده ويعمل ارش للشيست. يعني ايه ارش للشيست؟ يعني اعمل انت كده ارش كده للشيست بتاعك، نزل ايديك ورجع الشيست بتاعك كده لورا شويه. وانت قاعد بقى يبقى عامل كده ايه سيبريشن للايه؟ للريست تحت وموسع او مكبر الريست بتاع الانتركوستال سبيس، فاقدر ان انا اعمل ايه؟ في بيركشن. وانت اول ما بتعمل بيركشن في الانتركوستال سبيس اهو بتسيب الريست اللي بعد منها على طول وتيجي تنزل على الايه؟ على الانتركوستال سبيس اللي بعد منها. ماشي؟ خلاص؟ ممكن ما اجي عند البيت الطفل بتاعي يبقى قاعد ازاي بقى؟
هيبقى قاعد ها عامل ايه سلك اللي هو الانتيريور خلاص، وايديك كده كده، عشان برضو الطريقه دي بتوسع اللي هو الايه السبله نفسها، وتوسع السد اللي انا اقدر اعمل فيه ايه بالقشر. خلاص يبقى لو الطفل بتاعي ان هو يقدر يقعد في السيتنج بوزيشن، يبقى لو اعمل الانتيريور الشيفت من الانتيريور كده هيبقى قرص للايه للبيك، قاعد في السيمي فاوندر بوزيشن ويبقى عامل ايه قرص للايه للبيك. لو الطفل بتاعي هعمل له البيك خلاص يبقى ايه، طبعا كلكم بتروحوا شهادات تحت الدكاتره وكده وبتعملوا اكزامينيشن، بيقعدك كده ويقول لك اعملي ايه، اعملي بتاع ده سلك اللي هو الانتيريور كده، وتعملي فيكس للايه للارم بتاعتك، بحيث انك تعملي ايه سيبريشن للسكابلا وتوسعي اللي هو الايه السايد اللي انا هعمل فيه اكزامينيشن من ايه خلاص، او هعمل فيه ايه بالفقر ماشي، سواء بالفقر او اسفلتيشن ايا كان ماشي. اعمل تاني اللي هو بالفقر ده اللي هو الرايت سايد، احنا بنبدا ان هو الصدر كلافيكا خلاص، عشان تبقى الايه تحت اللنج موجوده في الايه في المكان ده ماشي خلاص. وممكن اعمل كومباريزن هنا وهنا ماشي، او لو انا عايزه بس اعمل ستريس على الايه خلاص ماشي خلاص. بدات ايه طبعا بتبان في الاطفال، يعني هتبان معاكم اكتر في الاطفال عشان اللي هو الاورجن موجوده وكده، فهتبان يعني ايه ضلمس، يعني ايه ريزونانس. ريزونانس اللي هو هاي بيتش ولا لو بيتش؟ هاي بيتش. ها مين الهاي بيتش فيهم؟ اللي هو الضلمس هو الهاي بيتش، انما الريزونانس اللي هو له ايه لو بيتش. يعني ايه بيتش؟ يعني اللي هي الرحله تحت الصوت، يعني في البنت الصوت بتاعها، يعني هقول لكم عايز اشتري عن الميل والفيميل عشان خاطر تبقى واضح بالنسبه لكم. البنت اللي هو الساوند بتاعها بيبقى عامل ايه الفويس بتاعها، يبقى لو بس ولا هاي بس لو يعني ايه حديه الصوت بتاعتها تبقى قليله، انما الولد يبقى هاي ايه هاي بس خلاص. فاحنا عندنا الضلمس ده عباره عن طبله مكتومه، طبله ايه مكتومه. هاتي طبله كده ولا كوبايه عندك في البيت وحطي فيها قطعه من الايه من القماش خلاص، وخبطي عليها من فوق هتلاقيها مكتومه. تفكيري مثلا القماشه دي وخبطي عليها اعملي عليها تابنج كده هتلاقيها ايه رنانه، هتلاقيها ايه رنانه لو بيتش بس ايه والايه والسستينج يعني ريزونانس رنانه ماشي يا ولاد. ده اللي هو الايه الريزونانس. انما الثاني اللي هو الضلمس اللي هو ايه هاي بيتش هاي بيتش خلاص، وفي نفس الوقت ايه ها مكتومه، اللي هو السستين بتاعته بتبقى ايه انويل او بور ايه سستين مكتوم خلاص يا ولاد. ده الناحيه اللي هي الايه الرايت. في عندنا ساوند ثانيه، في عندنا اللي هو فلات ساوند، وفي عندنا تمبانيك ساوند. الفلات ساوند دي لما باجي اعمل ايه بعمل تابنج للايه البون، بعمل ايه تابنج للايه للبون، بتبقى هي لو خالص، يعني لو بالنسبه للايه لو بالنسبه للبيت، لو بالنسبه للبيت. يعني لما اجي اخبط على حاجه مثل كده كتير ده اسمه ايه فلات ساوند زي البون ماشي اهو شايفينه ها هاي ايه هاي بيتش اللي هاي بيتش بس ايه بص السين خلاص. يبقى اول حاجه بنيجي نقسمهم مين الهاي بيتش الفلات ولا الضلمس؟ الفلات هاي بيتش اكتر خلاص. يبقى كده اللي هو الضلمس، يبقى كده السيمبانيك، ويبقى كده اللي هو الايه الريزونانس، يبقى كده اللي هو الايه الريزونانس. فاهمين؟ زي ما قلت لكم حديث الصوت اسمك ايه؟ علي كريم علي هاي بيتش اكتر، يعني الصوت بتاعه رسمي اكتر، يعني فاهمين حديث الصوت بتاعته اكتر من مين؟ من علاء من كريم خلاص. كلهم عباره عن ضلمس، يعني بالنسبه لكم انتوا لما اجي اعمل كومباريزون بالنسبه لكم انتوا ايه لو بيتش ريزونانس خلاص. يبقى نفترض ان هم حالات اللي هو البون فلات، حالات اللي هو التمبانيك، حالات اللي هو الضلمس، كلهم حالات هاي بيتش خلاص، بس بتتفاوت من حاله للايه للاخرى. مين الاكثر هاي بيتش؟ الفلات، بعد كده الضلمس، بعد كده اللي هو الضلمس، بعد كده اللي هو الايه التمبانيك خلاص. بعد كده عندنا اللي هو اللو بيتش اللي هو مين الريزونانس والايه التسكين. التمبانيك اللي هو بسمعه على الاستومك، اللي هو اللي بيبقى اورجن، اللي هو بيبقى فيه اورجن وفي نفس الوقت فيه ايه فيه اير خلاص. يعني ما بسمعه مثلا على اللي هو الايه على اللي هو الابدومن،
خلاص لو كنت الأب عند السنسور لازم لو ماما لو كده مفيش تنشن لازم ما ينفعش اللي هو لا مع الضغط. خلاص. انما لو في انا قلت لو في اورجان في مش بقى كومبريس ايه زي اللانج، لا في حاجات في ايه برضه خلاص. زي ايه؟ زي اللي هو الطفل اللي هو في منطقه الأذن لو عنده مثلا اير او عنده جازز خلاص، وزي منطقه اللي هو الايه الاستومك، منطقه اللي هي الايه الاستومك، في بقى الاثنين فيهم ايه تنبنك ساوند، تنبنك ايه ساوند. نعم الفلاش ساوند زي ما احنا قلنا على الحاجات الخاصه، الحاجات اللي هي الايه الميتر زي الايه اللي عندنا ودي طبعا بيستخدموها الناس اللي هم الاورثوبيدكس عشان يعملوا ايه، والناس اللي هم بتوع نعم البول. لو انا عايزه اعمل مثلا سيتنج على البول لا الفلاش ساوند، الفلاش ايه ساوند. خلاص يا اولاد ده البركشن. نعيده تاني، اعيده تاني. طب ممكن مثلا واحده تعمل لي بقى البركشن كده. تعالي اعملي لي اللي هو الايه ده الليفت سايد اللي هو الايه السوبرا ايه سوبرا كلافيكال. ببقى ستارت من السوبرا ايه كلافيكال. حطي بقى عندي تحت كده وريني ماشي. لا بميدي السنجر الثاني كده واعملي كده انا عايزه اسمع ده تعملي على ده. خليكي في الشاشة اعملي على بعضه. لا مش هذا الكلام، انا عايزه تعملي ما كده ايه نتكلم مع بعض. الثالث والرابع ايش استخدمت بعد الراس النص ده ممكن جامد بقى خلاص على المنطقه دي جامد. ودي بقى اللي بعد منه كده ده الاول. انا عايزه اسمع ماشي ده الثاني برضه يبقى ديجيتال عشان هنا يبقى فيه الهارد. ماشي. خلي بالك بقى ممكن اعمل في الانتيريور، ممكن اعمل في اللاتر، ممكن اعمل في البيت. ماشي. الثالث والرابع والخامس ما خلاص اعملي وبعد كده الكلام مش مشكله. انا عايزاك تعرفي التكنيك الاول. ماشي. اتفضلي ادي تكنيك على المنطقه هنا كده مش عارفه مش معاكي ليه. ها خليكي دي خليكي برافو عليكي كده. ماشي. نقلي الصح كده واعملي. ماشي ده كده اخير. اعملي بقى كومباريزن بين هنا وبين هنا كده. هنا اعملي عند المنطقه دي. تسمعي الناحيه الثانيه. هنا ضلمت خلاص. انت اهم حاجه عارفه التكنيك. خلاص ماشي. اللي بعد منها تعالي كلكم هتعملوا طب اعملي اللي هو الرايت سايد. انا بحط الثري فينجر بعد كده بعمل مور ستريتشر بالميدل، بعمل بريسكشن بيها واسمع الصوت. لو طفل صغير ممكن ان انا بطني اصبعي واعمل كده ماشي على حسب ايه بس الطفل بتاعي الصوت بتاعه. لا انا عايز اسمع صوت. انا عاوز اشوف الريتش. انت بتحطي اي منطقه فاضيه كده اهي خلاص بتبقي حاطه فيها وتعملي. يعني المفروض ان انا بحط يعني التو فينجر بتوعي دول بتبقى على الليفت والثانيه والثانيه بعمل ده كومباريزن ما بين الرايت اعملي اشتغل. انا عايزه اسمع صوت. طبعا في هنا الليفت بتبقى فيه الهارد. هسمع الضغط. تعرفي تعملي بالمتر فينجر بتاعك بده يعني اعمل تيرنج يعني اعمل بالمتر كده واعملي بس بعض اللي عملته بس بعض اعمل بس بسمع الضلمس بين اللي هو الثيرد والفيفث شوفي بعمل ازاي. اعملي ماشي برافو عليكي. ماشي. بسمع بقى هنا اللي هو الفيفث انتركوستال ازاي واشوف اللي هو الصوت اللي هو الضلمس لان عندي اللي هو الليفر في الليفت بيبقى. طب لو لقيت مثلا في الفورس او في الثيرد ضلمس يبقى ده ايه يا ولاد؟ لو لقيت في الرايت سايد لو لقيت في الثيرد ضلمس يبقى ممكن هي الناس بقالك ممكن يبقى في عندنا هيباتوميجالي. ممكن الليفر بتاعي يتضخم وطلع لغايه اللي هو الثيرد. ممكن ايه تاني؟ ممكن
ممكن اللي هو اللي بتاع ده اللانج نفسها يبقى فيها كونسنتريشن خلاص، يبقى فيها مثلا بتاع ده فلويد، يبقى فيها اي حاجه خلاص هتديني ايه ضمن. ماشي ماشي يا ولاد. فالحاجات دي كلها انا بعد الفيزيكال اسسمنت بتاعي بحتاج مور انفستيجيشن اللي بعد منها اللي عملت. تعالي مثل اللي عملت كلكم هتعملوا، مش حد مش هيعمل. وانا بحب بتاع المنجي بتاعهم كده لو عندك او الفلس كده خلاص اشتغل على تحت يعني ده على رجل وده على رجل خلاص. وبعمل على قناة لو الفكر بتاعي صغير عايزه اقسم صوفي يقسم صوفي خلاص. وبعمل جنوب لا انا عايزه تجي شويه قدام كده، عايزه يبقى في صوت في ساوند بروديوس. عليه كل ده ريزونانس. كان عندي السرد بقى بلاقي ايه ضمن ده خاطر الارض عشان الهواء. لو هعمل مثلا اعملي كومباريسون بين هنا وبين هنا. يلا هنعمل مثلا هنا. لا انا بقول لك الفرق بين المنطقتين دول اللي هو هنا. يعني اعملي هنا واعملي هنا. مش بقى الناحية الثانية وبقى في مكان هنا. والله يبقى لسه على ايه على انا اعمل ايه بس عشان ده الصوت. ايوه كده. لا انت كده تعملي على صباعك كده، انا عايز صباعك كده يبقى انت الكسر دي يبقى فلات عليه يعني. خلاص ما تروحي البيت النهارده تمسكي اي دم تعملي ايه. اللي بعد منها سنه ثالثه اللي ما عملتش. يلا يا كده انا كده برافو عليك. تعالي كل قطعة ده اسمه بالقطع بتاع الشيف. القطع في ايه؟ شيف. ده يبقى على دايم خلاص. لو شفت الدايم صغير بتقوم ماما ده رجل الجواد. اول حاجه ان انا بعمل ترمين للسايد بتاعي سواء كان رايت او ايه او ليفت. انا عارفه في الرايت هلاقي ايه نورمال وفي الليفت هلاقي ايه نورمال. خلاص لو لقيت حاجه مخالفه اللي انا عارفاه خلاص يبقى ده ايه يعتبر ايه ابنورمال. ماشي. بالنسبه لايه طيب بس الفرق ان انا هحطها الرايت سايد ما هنا هما الاثنين هنا هسمع ريزونانس ودنس وهنا ريزونانس ودنس. بس هنا الرايت سايد في عند اللانج وفي عند الليفر. الناحيه الثانيه يبقى في عندي اللانج وبيبقى في عندي الايه الهارت. خلاص انت عملتي بس بسرعه عشان خاطر بحط صباعي في الانتراكوستال سبيس. تحكمي كده ايه ريزونانس في الضم. وهنا بقى ده في الرايت في الليفت من لحد السيرد سب كلاسيكال سوبر كلاسيكال لحد السيرد الريزونانس. وبعد كده ضم عشان اللي بعد منها المفروض بنبقى عارف كده.
المفروض ان انا بحط ايدي على اول بوردر هنا صح؟ اللي هو عند الصدر كلابيكال. اه يعني حس الكلابيكال يكون عندك هنا في الانتيريور اهي، في هبقى ان اعمل ايه؟ مين اللي ما عملش سنه ثالثه؟ تعالي يعني تعالي وصلوا كده وصلوا لعلي كلكم عملتوا؟ انا عايز اشوف التكنيك دي بتتحط ازاي. حاجة السبكلابيكال نعم. لو خد بالك معايا بس خليك شوية، خليك شد شوية. بعد كده هنا من أول هنا بقى. عرفت على الجزء اللي هو الانتيريور ده، مش بعمل على اللي هو البيت، بعمل على الجزء اللي هو ريسك انت الكونفرنس دي. وبعدين ثالثة اللي بعد منه برافو عليك، هعمل بعد منه. هتجيني انت هنا دلوقتي تعالي. برافو عليك. يلا يا علاء تعالى. خلاص يا كريم عمل؟ طب تعالى لما نستني ايه تعالى. من هنا كده ده اللي احنا هنعمل كده سؤال، بس انا شايف سؤال. لا انت بعمل على الجزء اللي انا عاملاه ريسك. انت ماشي، انت القصه دي نبدأ ان احنا هنا في الثيرد لو كان الفيجن بتاعنا من 8 شغال من 8 سنين، نبدأ ان احنا بين لغاية الايه؟ لغاية الفورس. من الثيرد للفورس نبدأ ان احنا أكتر من 7 سنوات لغاية أكتر من 7 سنوات من الثيرد للفورس. ماشي اتفضل. يلا. الماثيماتيك خلصتوا كلهم؟ ايوه ده سلايدر على ريس وده ريس ده انت كنت انا عايزاك وانت بتعمل ما توقفش الصباع بتاعك، تعمل ريلاكسيشن كده زي كريم. زي وضع الصباع بتاعك كده شايف؟ برافو عليك. عشان كل ما عملت ستيبنج بتاعتك قويه، كل ما كان الصوت بتاعك اللي هيمشي افضل، تقدر تعمله ايه؟ تعمله ديستريبيوشن، تقدر تميزه. نعم؟ لازم الستيبنج بتاعتك تبقى قويه. انا ايه ينتج عندي ساوند خلاص. انت معاك طبله، كل ما عملت عليها خطه قويه عليها، كل ما كان الستيبنج بتاعك ايه؟ اقوى، كل ما كنت تقدر تعمله ايه؟ ديستريبيوشن تميزه ان كان ايه ريزونانس او ايه افضل. بعمل خلاص. اللي بعد منها في حد ما عملش؟ انتوا قاعدين بتتكلموا. يلا بسرعه وريني، بسرعه وريني على اي مكان واقعد عشان تفهمي كده. كده برافو عليك. بس برافو عليك. اللي بعد منها تعالي. هو بقى تنسى البركشن خلاص، ريزونانس وضل وتابنج ريزونانس ضل خلاص. يعني بعمل تابنج واشوف الساوند اللي بينتج عندي ايه، عشان بعد كده تلخبطي. اقول لكم اعملوا بالكشن تلاقوا بتعملوا ايه؟ بالبيشن. ماشي سنه ثالثه. ونعمل تابنج كده الميدل فينجر. ايه الميدل فينجر دول؟ يعني اعملي زي الصوت عامله كده. اعمل تابنج على الميدل فينجر ونعمل تابنج عليها على ده على المنطقه اللي هي الريلاكس. ماشي هنسمع من اول لا مش قادره بقى احفظ زي اللي بعد منك. تعالي. مين ما عملتي؟ كله عمل؟ انا بعدين
ماشي. باجي عند الصبر راديكال بس هي بركشن يعني، واعمل تابي كده. حد ما عملش هنا نيجي يا ولاد بعد البركشن بنعمل ايه؟ بعد البركشن بتاع الشيست بعمل ايه؟ اسكالتيشن. بعمل اسكالتيشن ليه بعد ما نسرق يمين على سلوكه؟ حد بس هو اللي يتكلم. اقفوا تاني منظمين زي الاول كده لو سمحتوا. اسكالتيشن اوف الشيست عباره عن بسمع او بعمل اسكالتيشن الايه؟ البريسنج ايه سوا، البريسنج ايه سوا. خلاص اللي هم عباره عن كام هم الاول؟ النمبر بتاعهم 3 بريسنج سوا. لا دي حاجات ابنورمال اللي هو البرونكيال برافو عليكي. اول حاجه عندنا برونكيال بريسنج سوا. ها تاني حاجه برونكيال بتاع ده برونكيال بريسنج سوا. تاني حاجه خلاص اول حاجه عندنا برونكيال برونكوفيسيكولار بعد كده ايه فيسيكولار. خلاص بسمع البرونكيال على الايه؟ عند الصبرة السيزن. الصبرة ايه؟ السيزن الجلد اللي هو داخل اللي جوه عندكم ده بحط فيه ستيثوسكوب واسمع فيه ايه؟ برونكيال بريسنج ساوند. برونكيال ايه؟ بتاع ده بريسنج ساوند. وبقى فيه الانسبيريشن هو اللونجر ولا الاكسبيريشن؟ الانسبيريشن بيبقى لور، ايه الاكسبيريشن هو الابر. الاكسبيريشن هو الاكسبيريشن ولونجر وهاي دي اذا ايه؟ الانسبيريشن. خلاص ده اللي هو الكرايتيريا بتاعت الايه؟ الانسبيريشن والاكسبيريشن في البرونكيال بريسنج ايه؟ ساوند. ماشي؟ هنحاول نسمع مجموعة من الساوند على اللي هو انا هوريكم الحاجة اللي هنحطها على الفيديو. تشوفي تلاقي اهو المنطقة دي اسمها البرونكيال، الجزء اللي داخل اللي جوه ده اهو بتاع الصبرة السنة النص. يعني كل واحد يعمل تاتش كده على نفسه. ده بسمع فيه اللي هو الايه؟ برونكيال بريسنج ساوند بتاع اللنج. وبعمل فيه اسسمنت بسمع صوت ايه؟ انسبيريشن وايه؟ اكسبيريشن. خلاص بقى في عندنا اللي هو الاكسبيريشن هو اللونجر، هو اللي ايه؟ اللونجر وايه؟ وهاي ديسيبل انسبيريشن. ماشي؟ نيجي بعد كده ده اللي هو البرونكيال بريسنج ساوند. بعد كده عندنا اللي هو برونكو فيزيكولار. الاثنين بيبقى ايكوال. انسبيريشن ايكوال تو ايه؟ اكسبيريشن. بسمعهم في الحته بقى بالظبط. ها؟ عند مش جوانب الشفت، عند السكند انتركوستال سبيس. عارفين شفت الصبرة السنة النص؟ سيبوها كده هتلاقوا حاجة جزء عروض في الاسترنال اسمه ايه؟ منيبريا. اسمه ايه؟ منيبريا. عند السايد هنا والسايد هنا. انتركوستال سبيس هو السكند انتركوستال سبيس. عند السكند انتركوستال سبيس بسمع اللي هو الايه؟ البرونكو فيزيكولار بريسنج ساوند اهو كده. بسمعه الناحية دي وبسمعه الناحية الثانية في السكند انتركوستال سبيس. ماشي؟ وبسمعه في حتة ثانية ها في الأبر انترا سكابولا ريجن. بجيب البريد بتاعي كده. ماشي؟ في المنطقة دي عندنا سكابولا اهي ودي سكابولا في الايه؟ في الفوق بتاعها. بعمل اسسمنت للايه؟ للايه يا ولاد؟ نعم؟ حاضر. انا مش شايف يقرب عشان السيبي ما يتحركش. الكبس اللي هو البرونكو بتاع ده بنسميه شايفين؟ خلاص البرونكو فيزيكولار بعد الصبرة السنة النص اهي في عندي اللي هو الايه؟ المنيبريا. خلاص حوالين المنيبريا. حوالين المنيبريا ده بسمع هو البرونكو فيزيكولار بريسنج ساوند. او اللي هو الحتة اللي هي فوق دي اللي هي هنا سكابولا وهنا سكابولا في الابر بتاع الايه؟ الانترا سكابولا ايه؟ ريجن. انترا سكابولا ايه؟ ريجن. خلاص؟ ماشي يا ولاد؟ خلاص؟ ده اللي هو المكان بتاعه. نيجي بعد كده عندنا اللي هو الفيزيكولار بريسنج ساوند. ده بسمعه على كل السن او كل اللونج ما عدا الاماكن اللي احنا قلنا عليها. خلاص؟ الفيزيكولار بريسنج ساوند بسمعه على اي حته في السن ما عدا ايه؟
هذا اللي احنا قلنا عليه خلاص. وبقى في ايه الكرايتيريا تحت الانسبيريشن؟ الانسبيريشن الانسبيريشن هو اللونجر ولودر وهاي فيكس ده ايه اكسبيريشن. خلاص بسمعه على اي حته في الايد في الشيست. احنا قلنا هنا السكند خلاص. طبعا بعد كده السيل ده يبقى موجود عندي الهارت خلاص. بسمع في الايد في الناحيه دي كده ماشي. ماشي الدايفرام بتاعت الايد السكوب طبعا بقى عاملينها طبعا مطهرها قبلها وبقى عاملينها ايه وورم. بقى عاملينها ايه وورم خلاص. عايزاكم بس تسمعوا الايه الحاجات اللي هي الريتم بتاعه ده اللي هو الليفت عايز حد تاني يسمع البريفنج يا ولاد تعالوا واحد جاي انا ما عنديش الاثنين مع بعض يسمعوا خلاص. ده تسكوب دي ليها اثنين مع بعض ماشي قطعا. اسمعوا لي اول حاجه اهو. اول معاد السكوب بتاعتي يعملها يسمع بيها خلاص. اسمعي كده اللي هو الايه البرونكير والايه والبرونكوفيكولا خلاص. كده اللنج اللي هو الليفت والرايت الاثنين شغالين الاثنين نورمال ماشي. سمع صوت ايه؟ ها؟ صوت ايه بس راكب شويه. كراكب شغاله كمان. خش مكان الكوب تحت تمام. فيها observer sound شغال. بس تركز في الساعة هنا ولا أكثر. حتى نيجي اسمعي ليه؟ أعلمكم دي بتاعت بيرفل شوية؟ حد يجي محتاج اسمع معاك اسمع ليه؟ حد يعرف الروح اسمع في الغيب سوا. ما عشان بس يبقى هو شغال فيه. اسمع يعني احنا نازل ايه بتاعت انت حط ولا هكذا ولا سمع على todo el video تركز هو طفل بأقران بتركز بس تسمع. طبعا ده شوية ايوه الواد بيعيط ده انأكد طبعا ابن الواد عايز تعمل له اكزامينيشن مش هتسمع. عندي بس اللي يسمع عاوز يقول عشان سمعت حاجات الأبدال من الأول. ها؟ ماشي خلاص كده يا دكتور نورمال كده اسمعني ده نورمال كده ده بونكاي شغال دلوقتي. اسمع يا علاء ها؟ ولا اي تويزي ده اللي شغال دلوقتي اسمه ويزي وبيزي سامعينه؟ ها؟ سامعكم تركز؟ ماشي يا دكتور ماشي تركز كده معلش يا ولاد سوري انا قلت لكم اللي هو البول مع بعضه بتاع ده اسمها كريبيتيشن
سوري انا كنت دلوقتي ان الثلاثه غلط. بالتليفون فاللي هي بتكتب مع بعض وانت ما حدش قال لي ابدا ايه ده انهي واحده؟ بتاعت البول لما ده كده كده. لا كده كده بتدخلوا مع بعض يا عم ركز واسمع. الملعقة بتكتب كده كده وفي 10 صورة خلاص بتعمل الكونفيجريشن دي يعني ايه؟ خلاص الثلاثة مع بعض اللي هو اصلا في نفس لا كل ده انا فاكر دلوقتي ها خلاص سامعين؟ خلاص انا فاكر في حد تاني يسمع. يلا يا جدعان حد يشوف. يلا على الايه؟ ده خلاص هنا الايه اللي هو البتاع ده خلاص وعلى اي حته في الست مش عارفه تسمع مش عارفه تسمع معاك ولا لا. المفروض لا انا عايز اعرف حد الصيد. بتبقى مش في المنطقه دي سامع حاجه؟ سامع. طب كويس اللي هو انت لازم تسمع بتاع خالص. اسمعي طيب. هي مش حطاها. دي ليه؟ مش حطاها تسمعي يعني. مش حطاها. بصوا كلكم البوزيشن ده عشان ترفعوا تاني عشان خاطر البنت ما يحصلهاش حاجه هنا ده اللي هو الابر في نص الظهر في نص اللي اداك من الخلف ايوه يا علي. سامعيني يا ست؟ لا احنا عندنا هنا سكوب كتيره. ايه اسمي؟ اسمعين بقى هنا اللي بتاع ده اللي تغدر كراسي سامعينه؟ صوت نفس بالدور رمقاي ده ده في الليفت لانج في الليفت. واحنا هنفضل هنا؟ فين الليفت؟ ليفت لونج اهي. طب الأصوات دي ليها صوت؟ ليها ايه؟ ده الويزي يا ولاد الويزي. هما سامعين بس انا اعرف الاسم يعني. ده في الاكسبيرينس. الاكسبيرينس؟ طب تقدري يعني تمشي مش هنمتحن الكراكل فيها؟ ولا بنمتحن فيها؟ لا بس انت تبقى عارفه الصوت ده ايه والصوت ده خلاص ده ايه. كراكل ماشيين سامعين عن بعض. على الليفت لانج سامعينه؟ عادي ما شغال برضه. طب ده نورمال ده نورمال النورمال ده نورمال؟ ايه الطالع وايه بس الخير حاسه ماشي ماشي في هنا اقوى. هنا اقوى من هنا. مش ما دي رايت ودي رايت ودي بتاع ده الليفت ماشي. اللي بعد منها يا ولاد يلا اللي بعد منهم بصي فين يا دكتوره منار ده السوبر ده اللي هو اللي بتاع برونكيال سامعين؟ ايوه وده نورمال ده نورمال تمام. ده النورمال بتاع الرايت سامعينه وده النورمال بتاع الايه بتاع الليفت سايد بتاع اللنج ماشي. ايوه ثواني ده رمقان رمقان في اللي بتاع ده في الليفت بص الرمقان ده عادي رمقان. هو انتوا بتعملوا ايه عندكم؟ بتعملوا ايه عندكم؟ مش شغاله اصلا الميجا بيبي. فين الدكتوره منار؟ الصوت اللي ده ظهر اكتر. ده ويزي اهو ده الويزي. بس ايه؟ ده بس كده في صوت. وانت بتسمعوا ولا ايه؟
خلاص يا شيماء بقى كل واحد حاطط واحدة. خلاص سمعتي حاجة زي كده في اخر بس حاجة زي الكراكس سمعتوها؟ لا مش اسمها كراكس بسرعة. بسرعة عشان زمايلكم مش هياخدوا. خلاص اللي بعد كده وليه؟ في حد كتير مش عملتي؟ تعالي معايا سمعت اهي. عبد الحميد بتعمل ايه؟ والله تنفع يا عبد الحميد. نعم بيعيط فيه مصيبة والله بيعيط. ده لازم يغير لنا في الأصوات. حتى الأكسجين والله خلطة العصير. هاتلنا البرتقال جايب ايه؟ حطوا الحاجات دي وبنحوا على يمين. حلو ده؟ مش العلم تطور للدرجة. احنا اصلا ما كانش عندنا، ما كناش بنخش لاب اصلا. بيستنى عبد الحميد. حضرتك أول دفعة. ليه يا دكتور؟ بتاعت الانجليزي بتاعتنا كانت يوم وربع يعني. لا راس وراس وراس ورسلها. لا انا مش هاجي كده. لا راس. قولي لي دكتور ليه الحاجات دي بقى لها قد ايه؟ سنتين؟ بقى لها يعني دفعتنا والدفعه اللي قبلنا ما كانش عندهم يعني تقريبا جديده. حلوه قوي طبعا. أنا هفضل أصور كده. تقريبا كده بتاخد الحاجات كانها نظر. بالذات خلينا نفكر ان احنا اتشرح لنا. راح هناك صور هناك ولا؟ انا مش فاهمه منه حاجه. صور هناك يا فندم اسمعي ركزوا واسمعي. النورمال بقى له 24 ساعه بتسخن. لا إيه؟ يا جماعة استعملوا observation فقط. ضمن البرزيشة والبركشة والحاجات دي.
انا مش عارفه. شغال. لا انا شكلك سمعتك اصلا يا علي مش ايه؟ حضرتك يا شيماء من هو اللي هطمط بعد اذنك؟ بعد اذنك اتفضلي. دكتورة منار. لا هنسأل كده والله. لا ده مستمعين. دكتور اللي هو اصلا باين بيعيط. دكتور ده في صوت فظيع كأنه بيعيط. هو ده نورمال. ده اللي هو الايه؟ ده بنورمال ستريدور. ستريدور ده ابنورمال. هي صوت البحر. تمام. ده هو صوته اصلا مسموع من غير سماعة. ايوه شوفوا مين اللي حط الزمام. ده نمر بس عندنا كده. هنا برضه ده بقى خلاص الكلام يا جماعه بعد كده الصوت شويه مستمعين والله. نورمال. مش يا دكتور كده نورمال خلاص. خلاص ننزل كده. هنا برضه